كان بيشرب سجاير وآراءه تناسب الجاهلية، ومجدي يعقوب أحسن منه. إلهام شاهين وإبراهيم عيسى ضد الشعراوي. مين فينا يقدر يقلل من سيرة الشيخ الشعراوي، واحد من أهم الشيوخ اللي فسرت القرآن الكريم بطريقة هي الأسهل والأبسط على الإطلاق بإجماع رجال العلم والدين. الشيخ الشعراوي كان نبغة جيله، بعيدا عن أنه كان بيدخن لمدة 25 سنة، لكن زيه زي أي مدخن للنيكوتين بيبقى صعب يتخلى عنه، لكنه قدر وقال في لقاء تلفزيوني ليه أنه بطل تدخين عشان مش هينفع يكون بينصح الناس ويدخن، أصل اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. طلعت علينا من يومين كالعادة الفنانة إلهام شاهين بتهاجم الشيخ الشعراوي وبتوصف آراءه بأنها تناسب الجاهلية، ده على أساس إنه مش عالم، والسعودية البلد اللي نزل فيها القرآن ما كانتش بتستعين بيه عشان يشرح لهم علوم وتفسير القرآن. قالت إلهام شاهين على الشيخ الشعراوي: أنا شفت له فيديوهات وآراء لا تناسب العصر، كانت تناسب عصر الجاهلية، زي إباحة ضرب المرأة وترك المريض بلا علاج حتى يموت وقتل تارك الصلاة واللي يتجوز مسيحية لا يعاملها بالحسنى. كلامه ده غير مناسب للعصر، وآراءه لا تناسب المجتمع ولا أهمية من تقديم سيرته. ومش إلهام شاهين بس اللي تطاولت على الشيخ الشعراوي، ده كمان إبراهيم عيسى اللي قال عليه: من الممكن تقديم سيرة عالم مهم زي مجدي يعقوب، مهم خارج مصر وجوه مصر، وعالج وأنقذ حياة ناس كتير، هو عالم وشخصية مهمة، أو كاتب مهم زي نجيب محفوظ. هؤلاء شخصيات قدوة للمجتمع بكل آرائهم وأفكارهم. وزود كلامه كمان وقال: جماهيرية الشيخ الشعراوي خاطئة، وشعبيته لمحبيه وإن اتسعت لها عدة أسباب، زي عاميته في الخطابة وأدائه التمثيلي. وما اكتفاش بكده كمان، ده قال: محبي الشيخ الشعراوي هم الطبقة الشعبية المتوسطة اللي بيتباركوا بصور الشيخ الشعراوي لأنه شيخ ريفي مصري، و90% من جمهوره لم يسمعوه ولم يدققوا في حديثه وأفكاره. كما أن الطبقة المتوسطة متعلقة بيه بسبب الحنين للذكريات، غير أن الشيخ الشعراوي هو اللي فتح باب التلفزيون أمام الدعاء والواعظين. صح أو غلط من حقك تنتقد، بس مش من حقك تغلط في حد، خصوصا لو كان متوفي، ولو حد زي الشيخ الشعراوي اللي الناس بتترحم عليه لحد دلوقتي. انت لو هاجمته انت أكيد داخل حرب خسرانة. لازم تفكر مرة واتنين وتلاتة في الشخص اللي انت داخل تهاجمه. رحم الله شيخنا الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي.